أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء، لذلك أتوقع فوز منتخب أمريكا على المغرب. ياك الشريف، ياك أبو صلاح أحفيا الراس، كتوقع أن أمريكا تغلب المغرب؟ داك الشي كاع ما تحلم بيه الشريف. نتمنى المنتخب الولايات المتحدة يمشي إلى الدور نصف النهائي، نتمنى يمشي للنهاية، ربما يقابل الأرجنتين. واش كتظن الكرغولي أن المغرب بوابة سهلة؟ اجي ودوز، هذيك راه بوابة أسود، بوابة الشرفة، وما يمكنش يخلو أي فرقة تدوز. الكاس إن شاء الله ديالنا، أبى من أبى وكره من كره. اليوم راح نشوفوا خسارة المنتخب المغربي. اليوم غادي تشوفوا خسارة المنتخب المغربي. قولي يا الكرغولي، واش ضارب شي فانيت، ضارب شي قرقوبية؟ نقصوا من الشيرة شوية، نقصوا. الأفضلية من جهة أمريكا، المنتخب الولايات المتحدة يعني تنظيم محكم، يلعب في الكرة جيدا، وشفنا كيفاش يلحق المنتخب الولايات المتحدة يبقى واحد من أفضل في العالم. أي فريق الولايات المتحدة فريق قوي، ولكن بنسولكم الكريغلة، كنشوف كاع الفراقي ما بنتوش ليا معنا في كاس العالم. فين مشيتو؟ ما كاينينش. تقصيتو، ما تأهلتوش باش تقساو. صافي منتخب كبير بلاعبيه باسمه، اداء احسن، كانه منتخبات قويه، منتخبات كانت مرشحه للذهاب بعيدا من كل المتتبعين ومن كل الاخصائيين في كره القدم. نشوفوا هنا يعني الله امام حتميه انه يقدم مباراه كبيره ضد المنتخب المغربي، او يعني تسال اي احد تقول باللي المنتخب المغربي يفوز على الامريكان يقول لك لا مش ممكن، لكن حقيقه كره القدم هذه هي لازم يتقبلها المنتخب المغربي. الحقيقة يا الكراولي، انتوما اللي خاصكم تقبلوا ان المنتخب المغربي فاتكم بأشواط، وانه ولا رقم صعيب تلعبوا معاه. لي ماروكان بونسك مازالوا بعد ظهروا بمستوى. حنا لي ماروكان مازالنا بعد، ياك الكرغولي. شنقولوا عليكم نتوما اللي مشيناكمش في هذا الكاس كاع؟ نتوما ما كاينينش في الخريطه كاع واقع. وتصنت سي داكشي كيقولوا علينا. يلا شوف، تصنت مزيان وسمع وحل ودني. أمانة باش نكونوا واضحين، المنتخب المغربي منتخب بصراحة للأمانة قوي، اكتشفت منتخب جيد ممتاز برشا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، ملاعبية تلعب على مستوى عالي في ستراسبورغ، في اندرلخت، في موناكو، ملاعبية ممتازين محترفين في 90% لهم بنسبة كبيرة، محترفين واكثر من المحترفين حتى الملاعبية اللي ينشطوا في البطولة المغربيه، يعني لاعبين على مستوى عالي. بتتر ان الحاجة اللي شدت انتباهي هي بتتر الفيزيونومي ولا الاطوار نتاع المباراة كانت صراحة جيده للغايه. والقيمه الفنيه نتاع وسط ميدان المنتخب المغربي تفوق علينا باشواط، خاصه على مستوى البيرميتاسيون، على مستوى التدرج، على مستوى الاضافه العدديه، على مستوى الثنائيات الكرات الثانيه، على مستوى التدرج بالكره. بصراحه المنتخب المغربي في وسط هاد الليله شي وحدين جنبنا ما غاديش يخلونا نناسو، بقاهم كيتسمع من هنايا. سمحوا لينا وصافي، اش غادي نديرو؟ ميريكان راه ربحناها، ملي ربحنا الميريكان اش تقولوا نتوما دابا؟ أمريكا والله نغير كي نشوف المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة وصل لنصف نهائي كأس العالم ومرشح بقوة للفوز باللقب. صافي أبو حنيكة، دابا المغرب ولا مرشح بقوة باش يفوز باللقب. صافي سلمتو. منتخب المغرب يفوز على منتخب امريكا اليوم، نتيجه تاريخيه اللي حققها المغرب بالوصول الى نصف نهائي كاس العالم. انا بالنسبه لي ما حققه الى حد الان هو انجاز، البقاء للرجال والبقاء لاقوى في هذا المونديال. المنتخب المغربي يبقى من بين المرشحين للتتويج بكاس العالم. المغرب ديما غادي يبقى هو الشوكه اللي في حلق كل حاقد فيكم يا جزائري يا كرغولي. تصنت مزيان اش كيقولوا علينا التوانسه، تصنت وحل ودنيك مزيان. حل بالحق تشوف الكاليتي الموجوده عند المغاربه وعند المنتخب المغربي، تحس بلا ديفيرونس، تحس بالفوارق كبيره، تحس زاده في النضج التكتيكي. فريق مغربي فكانه فريق سينيور. انيس معمار والزهواني الظهير الايمن والظهير الايسر، يعني نحسب لنا في سكاوتينغ واحد عمل 6 مونتي ولقم 10. بصراحه فريق متكامل، فريق متوازن. إلا وصلتوا معنا الخوت هنا ما تنساوش أنكم تشجعونا بتفعيل الجرس والاشتراك في القناة، وليصلكم كل جديد. باي باي.